لو ابنك من ساعة ما بيدخل الشتاء وهو على طول عيان من دور لدور ومن عيا لعيا والبيت كله مزكم وتعبان، فأنا هقولك على نصايح ازاي تقوي مناعة طفلك بطريقة طبيعية وبسيطة كمان. نصيحة كده عشان تكوني فاهمة انه مش وزن الطفل اللي بيدي انديكيشن عن صحة الطفل. يعني مثلا لو ابنك مقلبز وكبير وضخم وعنده خدود ولطيف وكده وحاسة ان هو مورد وصحته كويسة، مش شرط تكون صحته كويسة، لان هو ممكن يكون بيعتمد على نوع واحد من الاكل بشكل كبير زي الرز او المكرونة فبتنفخه، بس في نفس الوقت صحته مش حلوة وعنده احتياجات لفيتامينز كتير. فافضل بكتير من ان احنا نديله كمية كبيرة من الاكل من صنف واحد ان احنا ننوع من اكلات كتير حتى لو كميات بسيطة حسب احتياجه هو. 4 عناصر بيزودوا جدا المناعة وبيحافظوا على صحة الطفل. أول حاجة فيتامين A، تاني حاجة فيتامين C، تالت حاجة الزنك، رابع حاجة الأوميجا 3. الحاجات دي بتتوفر في أكلات كتيرة قوي وهي دي اللي هتساعد طفلك إن هو يقوي كل الأطعمة الغنية بالحاجات دي هتحافظ كتير قوي على مناعة الطفل وتخليه يقاوم أدوار البرد. من اكتر حاجات بقى المنتشره في الشتاء والاطفال كلهم بيحبوها ومليانه فيتامين A وفيتامين C وبيتا كاروتين هو البطاطا. ممكن ان احنا نشويها بالليل ونحضرها في اللانش بوكس بتاع الاطفال في تاني يوم في الصبح. من الحاجات السهله قوي اللي انت تقدميها للطفل مش مكلفه ومش متعبه هو الزبادي. الزبادي بيحافظ على الطفل من النزلات المعويه المتكرره، لان هو بيحط في الجهاز الهضمي بكتيريا نافعه وخمائل نشطه بتحافظ عليه من النزلات المعويه. بالنسبه للزبادي والبطاطا سهل قوي تدخليهم للاطفال او للرضع من عمر 6 شهور. بتبتدي تجربي صنف واحد منهم لمده 3 ايام متتاليه، لو ما حصلش منهم اي رياكشن او حساسيه بتكملي عليه عادي، والاطفال بتحب جدا الزبادي وكمان البطاطا. تالت حاجة بقى مفيدة جدا هي الأسماك. الأسماك غنية جدا جدا بأوميجا 3، بروتين عالي قوي وفي نفس الوقت سهل الهضم للأطفال. فنصيحة بس عشان في أطفال مع السن مش بتتقبله، دخليه للأطفال قبل عمر السنة. كل ما يدوقوه بدري ويجربوه بدري كل ما يكون في سهولة في التقبل ده مع العمر. من الأسماك الغنية قوي قوي بالأوميجا 3 هو السلمون والماكريل والسردين. الأنواع دي غنية بالأوميجا 3، بس كل أنواع الأسماك فيها نسبة كبيرة من الأوميجا 3 وبروتين عالي ومفيد قوي للطفل. من الحاجات برضو اللي هتزود مناعة طفلك قوي ومتوفرة وسعرها كويس هي الخضار والفاكهة. الخضار هنا اللي بتكلم عنه اللي هو الأخضر بالذات زي السبانخ والبروكلي، وحاجات زي الجزر كمان فيها فيتامين A وفيتامين C زي البطاطا، فهي مفيدة جدا في السن ده ان انت تدخليها للطفل عشان تعلي مناعته. افكار كتير بقى ازاي ندخل الخضروات جوه اكل الاطفال من غير ما يحسوا لو هم مش متقبلوها. حاجه من الحاجات ان احنا ممكن ان احنا ندخلها جوه عجينه المافن او البان كيك بشكل مش ملاحظ، يعني ما نحطش كميه كبيره بس نحط كميات معقوله فيها في المافن او في اي مخبوزات ممكن نحطها. الحاجه التانية في ناس بتقوم شوياهم في الفرن وحطهم مع شويه صلصه وتحطهم صوص على المكرونه، برضو ساعتها بياخد كميه كبيره من الفيتامينز بطريقه غير مباشره، هو مش هيحس او مش هيرفض الخضار ده. بس لو انت بقى ام الرضيع فنصيحه مني انا مجرباها مع طفلين ان الاطفال كل ما تجرب حاجات كتيره قوي متنوعه في اول سنه بتتقبلها كتير بعد كده. يعني انا كنت بعمل لبناتي الفينجر فود، بعمل لهم الخضار على شكل فينجرز واسيبهم انكلهم مثلا بكمون او حاجه واسيبهم هم بياكلوه بنفسهم. ده اولا بيزود ثقتهم بنفسهم ان هم بيعرفوا ياكلوا، وكمان بداوا ان هو يتعرفوا على التيست ده فبيتقبلوه وما يتضايقوش منه لما يكبروا دلوقتي. فبدات ادخل الخضار بشكل طبيعي من غير ما اضطر ادخله جوه الاكل. فلو انت في الاول يا ريت تنوعي في اول سنه. عسل النحل مفيد جدا وبيرفع المناعه وفيه مضادات اكسده مهمه للطفل، بس المهم ان احنا ما نبتديهوش نديه للطفل قبل عمر السنه. يعني خلال اول سنه ما ينفعش نديه للطفل، بعد كده ممكن نديه للطفل. اهم حاجه بس ان احنا نشوف ان هو من مصدر مضمون وان هو يكون سعره يعني متقارب من الاسعار بتاعه الانواع المضمونه عشان ناخد فايده كلها. مكسرات زي عين الجمل زي اللوز زي البندق وزي الكاجو، كل الحاجات دي مفيدة جدا لرفع مناعة الطفل، بس عشان هي غالية شوية لو احنا ما نقدرش عليها ممكن نلجأ لبدايل زي الفول السوداني والسمسم.
كنت بس عايزه اقول معلومه مهمه، قبل عمر الاربع سنين ما ينفعش تدي للطفل اي حبات مكسرات كامله، المفروض تطحنيها وتحطيها على اكله. ليه؟ لانه في الفتره دي ممكن لا قدر الله يحصل له اسبيريشن او يشرق فيها وما يقدرش يتنفس، ففي العمر ده الاحسن قبل عمر الاربع سنين ان احنا نطحنها. وكنت عايزه اقول بدائل الفول السوداني والسمسم مش اقل اهميه ومفيدين جدا، خصوصا كمان السمسم مليان وغني جدا جدا بالكالسيوم، فلو طفلك مثلا مش بيحب منتجات الالبان ممكن تكتري مثلا من السمسم في اكله. مع الحاجات اللي في الاكل اللي انا قلتها هنكمل على فيتامين اي اللي بياخده في الصحه كل 6 شهور، وهنكمل كمان على في دروب اللي احنا بنبتديه، او فيتامين دي اللي بنديه للطفل من اول عمر اول يوم لغايه ما يكمل سنتين، وفي كمان ناس بتكمل ل4 سنين لو اكله غير متوازن. من الحاجات اللي بشوفها برضو كتير انه في اهالي ان هي يعني بتنزل ابنها او بنتها من غير ما يفطر، فاول ما يروح المدرسه بالمصروف بتاعه بيكون جعان، فيبتدي ياخد الحاجات بقى الشيبسيهات والحاجات دي اللي هتخنه من غير اي قيمه غذائيه، وفي الاخر ممكن نفسه تتصدى حتى على اللانش بوكس. فبليز حاولي ان انت اكليه اي حاجه ولو بسيطه، مثلا ربع رغيف جبنه، بس تكون جبنه طبيعيه مع مثلا خيار او جزر او خس، ده هيخليه ما يكونش جعان قوي لما يروح المدرسه وما يضطرش ان هو ياكل حاجات تشبعه بلا هدف. في ميكسين كده هيحبوهم الاطفال وهم حل سحري لرفع مناعه الاطفال بشكل كبير قوي، زي ان احنا ندخل البرتقال اللي هو مليان جدا بفيتامين سي مع الجزر اللي هو فيه فيتامين اي وفيتامين سي بنسب عاليه، بنعملهم عصير مع بعض ونحط عليهم معلقه عسل اللي احنا اتكلمنا ان هو مليان مضادات اكسده، ويبقى كده عملنا عصير مفيد جدا جدا لرفع مناعه الاطفال بشكل عالي جدا. ودي الطريقه بقى اللي انا بعمله بيها، بجيب البرتقان وبغسله كويس وابتدي ان انا اقسمه كده، وعندي العصاره دي بعصر عليها البرتقان الكميه كلها بنفس الطريقه. تاني حاجه بحضر بقى الجزر وبعدين بقشره وابتدي ان انا اقطعه لقطع صغيره علشان تقدر الخلاط او الهاند بلندر ان هما يطحنوا. بعد كده حطيتهم على بعض وبدات بقى بالهاند بلندر ان انا اخلطهم على بعض عشان يبقى عصير، وبدات اصفيه. بس بصراحه الطريقه دي في الجزر خلت اجزاء كتير قوي منه يطلع في المصفى، عشان كده اعتقد العصاره هتكون عمليه قوي اكتر من الهاند بلندر او الخلاط. بعد كده بنضيف عسل النحل المعروف بفوائده الكتير لرفع المناعه ومضادات الاكسده اللي فيه كمان. تاني عصير ممكن نعمله للطفل هو ميكس ما بين البنجر اللي مليان حديد بنسب عاليه قوي عشان الطفل ما يكونش عنده انيميا، مع الفراوله اللي فيها انتي اوكسيدنت او مضادات للاكسده وفيها فيتامين سي بشكل عالي. الاثنين مع بعض دول هيساعدوا امتصاص الحديد بشكل كويس، فالطفل مش هيكون عنده انيميا وهيساعدوا لرفع مناعته عشان مضادات الاكسده وفيتامين سي. فلما نحطهم مع بعض معاهم معلقه عسل ونعملهم عصير، ده يعني زي ما تقولي كانه ميكس خطير جدا، اهم وافيد بكتير حتى من ان هو ياخد كبسولات من الفيتامينز في الوقت ده. دايما بقول انه الحاجات اللي خلقها ربنا احنا ممكن نستخدمها بشكل تدي طاقة وتدي نشاط وتدي مناعة اكتر بكتير من الحاجات اللي بيعملها الانسان. يعني مثلا لو احنا اخدنا مشروب زي ده اللي هو فيه فراولة وبنجر ومعلقة عسل، ده كأنه مشروب طاقة شديد قوي ومقوي للمناعة ومقاوم للانيميا، افضل بكتير من اي ريد بول او اي مشروب للطاقة تاني او اي مالتي فيتامين هتديه بشكل صناعي للطفل، لان الحاجات اللي عملها ربنا هي افيد واقل ضرر من اي حاجة تانية الانسان هو اللي عملها. شاركونا في التعليقات عن الحاجات اللي بتعملوها لأطفالكم عشان ترفعوا مناعتهم.